السلام عليكم، يا مساء الورد. معاكم علي عبد العزيز وحلقة جديدة من سلسلة برشامة الساحل. النهاردة هنتكلم عن مشروع جون لشركة سودك ومالكها الدار الإماراتية، والشركة ليها سابقة أعمال في كل حتة في مصر وتعد من أفضل 3 مطورين بيقدموا جودة في السوق المصري. المشروع موجود في كيلو 193 في نص راس الحكمة، ومنطقة البحر فيها مقبول بس بيحتاج شوية شغل من المطور مش كبير. وطبعا كل ما تقرب لمثلث راس الحكمة انت المستفيد بسبب الخدمات اللي هتكون في المدينة. المراحل المطروحة في المشروع استلام من سنة لغاية سنتين ومتشطب بالكامل. سعر 3 غرف بيبدأ من 28 مليون، والاربع غرف 35 مليون، وبتتقسط على 10 سنوات. مميزات المشروع هو اول حاجة الشركة. يا جماعة احنا بنتكلم على سودك، بنتكلم على كيان موجود وفيه نجاح من سنين السنين، وتأخيراته محدودة جدا جدا جدا، وتشغيله مش قوي بل يعد الأقوى في مصر. مشروع بقى نفسه 10% من مساحته لاجونز، لوكيشن كويس، مساحات ضخمة، تقسيط على عدد سنين طويلة قصاد استلام، شغال وتقدر تشوفه على الطبيعة، وطبعا تحفة. بس أهم حاجة وباقة المشروع كله هو اسم سودك. عيب المشروع بقى إن ده مشروع الاقتصادي بتاع سودك في الساحل. أنا آسف لو جملة مستفزة والله. المفروض إن ده المشروع الأقل كاتيجوري في ال3 مشاريع وأقل خدمات، وهو بصراحة عدد الوحدات داخلة في 3000 وحدة بالأوتيل على عرض شط 600 متر. دي كثافة مرعبة جدا قصاد السعر، وبالذات قصاد السعر. مفيش حاجة معمولة معينة عشان تعوض ده كويس. وبيني وبينك اللي بيلعبوا عليه الشركة ان محدش هيشتري بالثمن ده وهيكون عايز يأجر يعني يا جماعة ويسحم المشروع. بس هو برضو يا جماعة محدش هيشتري بالثمن ده ومش هيكون عنده القابلية انه ياخد اجازة 5 شهور بتوع الصيف كله يروح يقضيهم في الشاليه بتاعه. وبرضو ما هو الزحمة كده كده هتحصل، فبرضو هي نفس المشكلة. عشان كل ده انا هدي المشروع ده 84%، وهنصح بيه حد عايز استلام قريب مع اسم ضخم وجودة مرعبة وطريقة سداد كويسة. بس بصراحة في فرص افضل هنعدي عليها الاول. انا علي عبد العزيز، وفعل الجرس واعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد في اهم السلسلة تفيدك الصيف ده.